النهاردة هنتكلم عن سر من أسرار تصرفات النرجسيين اللي ممكن يبقى صعب نفهمه. ليه النرجسي بيقلل قيمة ضحيته؟ الشخص النرجسي عادة بيستخدم أسلوب تقليل القيمة كجزء أساسي من دورة العلاقة مع الضحية. غالباً العلاقة بتبدأ بمرحلة التصوير المثالي، وبعدها بيبدأ يظهر الجانب التاني، وده بيحصل لأسباب رئيسية. 1. السيطرة والتحكم. لما النرجسي يقلل من قيمتك بيخليك تحس بالدونية أو عدم الكفاءة، وده بيضعف ثقتك بنفسك ويخليك تعتمد عليه أكتر. كل ما تحس إنك أقل كل ما تحتاج موافقته واهتمامه أكتر، وده بيديله قوة أكبر عليك. 2. الحفاظ على مكانته. النرجسي دايما عايز يكون في القمة ولازم يحس إنه متفوق على الكل. لما يقلل منك بيحس إنه بيرفع نفسه وبيثبت صورته إنه شخص كامل وبيحط كل العيوب عليك. 3. استنزاف طاقتك. بعد مرحلة التصوير المثالي اللي بيغمرك فيها بالحب والاهتمام بيبدأ النرجسي يستنزف طاقتك العاطفية. لما يقلل من قيمتك بيخليك تبذل جهد أكبر عشان ترضيه أو تجذب انتباهه، وده بيخليك منهك عاطفياً وسهل يتلاعب بيك. 4. التخلص منك. لما يحس إنه استنفد كل حاجة عندك، مال، اهتمام، طاقة، بيزيد من تقليل قيمتك كتحضير لإنهاء العلاقة. هو بيشوف المشكلة فيك أنت مش فيه، وده بيخليه ما يحسش بالذنب وهو بينتقل لضحايا جدد. باختصار، تقليل القيمة مش تصرف عشوائي، ده تكتيك متعمد من النرجسيين عشان يسيطروا، يعززوا غرورهم ويتجنبوا مسؤولية أفعالهم. قوليلي، هل سبق وحسيت إن حد في حياتك بيحاول يقلل من قيمتك، وإزاي تعاملت مع الموقف ده؟